بن حليب. والخطأ من عمور العرشون، يرتكب الخطأ على محمود بن حليب. كرة على يسار الحارس هشام المجهد، والتنفيذ دائما في الكرة الثابتة لعبد الرحيم شاكر. 3 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني، والتعادل دائما دون اهداف بين الرجاء واتحاد طنجة. عبد الرحيم شاكر، خطيرة كرة، خطيرة كرة، جول على مرتين. زكريا حدراف، زكريا حدراف مطلع الدقيقة الرابعة منذ بداية الشوط الثاني، يلقى طريق الشباك في مرمى هشام المجهد، يمضي الهدف الأول وهدف الأسبقية للرجاء بعد ضغط متواصل. الرجاء من كرة ثابتة نفذها عبد الرحيم شاكر، أعادها الدفاع في عملية إبعاد خاطئة من أيوب الجرفي على مارتين. زكريا حدراف ينجح هذه المرة في الوصول لمرمى هشام المجهد رغم محاولة الإبعاد من عمر العرشون. 1-0 للرجاء، 1-0 للرجاء، وفرحة وابتسامة